امتى يا زمالك هنفرح زي مخاليق ربنا او حتى هنزعل زي مخاليق ربنا؟ في ماتش بيراميدز الزمالك بيبدأ على الورق بمحمد عواد في حراسة المرمى قدام 4-4-2. اسماعيل والونش قلبين دفاع بعد أخطاء كارثية من حسام عبد المجيد في آخر ماتش في الدوري. على يمينهم عمر جابر وعلى شمالهم فتوح. قدامهم على الدايرة أحمد ربيع ومحمد شحاتة. يمينهم ناصر ماهر وشمالهم محمود بن تايج تحت اتنين مهاجمين عدي الدباغ وعمرو ناصر. ده على الورق، لكن في الملعب عدي بيميل ناحية الوينج اليمين عشان يبقى الزمالك بيلعب ب4-2-3-1 كالعادة، مع الاستفادة من قوة عدي الجسمانية وزيادته داخل منطقة الجزاء. وناصر ماهر بيلعب في قلب الملعب قدام الاتنين الارتكاز. الماتش طبعا مخليش من حب لعيبة الزمالك في التحضير من تحت لحد ما يتزنقوا ويقوموا مشلتين الكرة في أي حتة. شيكو بنزا. نهايتي دي قصة مكتوبة. لعيبة الزمالك وعواد نازلين الماتش ده عاوزين يتعادلوا. عواد بيضيع وقت من أول دقيقة، كتفه يوجعه فيقلع الجوانتي. أي حاجة بقى، المهم نوصل ضربات جزاء اللي احنا نفسيا كسبانين فيها بيراميدز. وربنا بيكرمنا وبنوصل فعلا ضربات الجزاء وعواد بيصد آخر ضربة وربنا بيسترها معانا وبنكسب. وبالمناسبة كان شكلنا متماسك في الماتش ده وما كناش وحشين. وبالنسبة للتقييمات، فمحمد عواد 8/10، عمر جابر 4/10، إسماعيل 6/10، الونش 5/10. فتوح لازم نجيب له ظهير مغربي يلعب عليه دايما عشان يعرف يلعب 7/10. محمد شحاتة 6/10، أحمد ربيع 5/10، ناصر ماهر 6/10، عدي الدباغ 5/10، محمود بن تايج 6/10، عمرو ناصر 3/10، سيف جعفر 3/10، عبد الله السعيد 3/10، شيكو بنزا 2/10، سيف الجزيري 5/10، أحمد شريف 2/10. ربنا سترها معانا في ماتش بيراميدز مع كل الغيابات والإصابات دي، بس كأن رصيد الستر خلص في الماتش ده. الزمالك بيدخل ماتش الأهلي وعنده إصابتين جداد عدي وبنتايج. عشان يبدأ الزمالك ماتش الأهلي بمحمد عواد في حراسة المرمى، قدامه الونش وإسماعيل قلبين دفاع، على يمينهم عمر جابر وعلى شمالهم فتوح. في وسط الملعب شحاتة وعبد الله وسيف جعفر. وخط هجوم مكون من شيكو بنزا وناصر ماهر وعمرو ناصر. بالنسبة لي سيف الجزيري كان هيبقى أفيد من عمرو ناصر كتير، لكن فكرة إني أستخدمه في الشوط التاني واستغل إرهاق مدافعي الأهلي في كور طولية وسباقات سرعة ما كانتش بطالة برضه وتحترم. في الماتش ده مش هتكلم كتير، تقريبا مش هتكلم غير عن ناصر ماهر. انت عايز مننا ايه؟ الزمالك حاول يمسك الملعب في أول الماتش لكن ناصر كان ليه رأي تاني. فقدان للكرة بكل سهولة، دخول في التحام بدني هو أسوأ ما يمكن فيه وبيقع على وشه، تأخير في الباص لحد ما تتقطع. كل قرار سيء ممكن يتاخد ناصر ماهر الحقيقة خده. ومش بس غلطاته كانت بتأذيك هجوميا، لا دي كمان كانت بتعمل لك كوارث دفاعية. دي هجمة كانت لينا كالعادة، أول ما وصلت لناصر ماهر فقدنا الكورة. دفاع الأهلي شتت. كتر خيره عبد الله السعيد جري وجابها ورجع الاستحواذ، فتروح لناصر تاني عشان يعمل باص ملوش معنى يلبس زميله الكورة ويديها له عالية مع إنه ممكن يديها له على الأرض عادي. الكرة بتتقطع والأهلي بيعمل المرتدة، وبص كده الهجمة دي خلصت فين. بالظبط كده، زيزو حطها فوق العارضة بسنتيمترات. يعني مرقعة ناصر ماهر كانت ممكن تكلفنا هدف من زيزو. زهقت بقى كلام عن التحضير من تحت اللي بيزنقنا واحنا مش عارفين ننفذه. في ماتشات كتير الونش بيبقى كارثة متحركة، منهم الماتش ده. في كرة الهدف الأول الونش بيعمل ايه هنا؟ ضاغط على مين أو ماسك مين وسايب إسماعيل لوحده وسط اتنين. وطبعا عواد اداها واحدة لماذا نحن هنا. أصل كام مرة يعني زيزو هيعمل أسيست لبن شرقي في الماتش؟ لازم دي تدخل طبعا ونبروزها ونعلقها على الحيطة. وعلى فكرة مش بس دي الكارثة الوحيدة اللي الونش عملها، ده الماتش كان مليان بلاوي بس إن الله حليم ستار. فتوح هنا كان بيحاول باستماتة الكرة تتقطع منه لحد ما ربنا كرمه وخرجها من رجله فتروح لمين؟ أيوة هو الونش، عشان يكمل مسلسل الكوارث ويديها للعيبة الأهلي تعمل هجمة. احنا طيبين أوي والله. وتفتكر يعني الموضوع هيقف عند كده؟ لأ، ده لازم إسماعيل يتصاب ويخرج بين الشوطين عشان ينزل حسام عبد المجيد يعلي على فتوح والونش، ويفضل يحرس طاهر محمد طاهر في كرة الهدف التاني لحد ما يوصل لبر الأمان ويرفع الكورة اللي تلاقي مروان عطية لوحده عشان عبد الله ما كملش معاه ويدخل فينا الهدف التاني.
ده بجانب بعض البساط الخزعبلية اللي كان بيحاول يودي بيها لعيبة الأهلي انفرادات بس ما نجحتش. عرفنا يا عم إنك أهلاوي جدا. حتى لما الجزيري نزل وبدأنا نلعب عليه اللعبة المعتادة، حسام كان بيستناه يبقى في الأوفسايد وبعد كده يلعب له. شيكو بنزا هنا كان عنده مليون حل، لكن الشناوي طماع في الضيقة فطلعت بالمنظر ده. ويجي وقت السؤال المعتاد: هنعمل ايه دلوقتي؟ والإجابة برضه هي الإجابة المعتادة: هنفضل نشجع الزمالك زي ما طول عمرنا بنعمل، وهنشيل همومه على كتافنا وهيمشي بينا وهنمشي بيه لحد ما ربنا يعدلها من عنده والمنظومة يبقى فيها عدل. تقييمات ماتش الأهلي: عواد الهدفين اللي حاسبه عليهم أكتر من أي حد، 1/10. عمر جابر: خف حزق يا كابتن شوية والعب، 2/10. محمد إسماعيل: انت ليه بتتصاب، 3/10. الونش 1/10. فتوح 4/10. شحاتة كان إلى حد ما بيقاتل، 6/10. سيف جعفر: الكار ده مش كارك، 2/10. عبد الله السعيد 5/10. شيكو بنزا: فرجال واسع وسريع وهو اللي كان شادد الزمالك في الشوط الأول بس الفينش زفت، 5/10. عمرو ناصر 2/10، كان سرحان ومخضوض. ناصر ماهر 2/10. الجزيري وبزيرة غيروا شكل الزمالك الهجومي تماما، والجزيري كان غير محظوظ في الهدف اللي اتلغى، فكل واحد منهم 8/10. حسام عبد المجيد 0/10. أحمد حمدي نزل مكان عبد الله السعيد، 1/10. ومتهيألي لو أحمد ربيع مكانه كان هيبقى أفيد. أحمد شريف نزل مكان شيكو بنزا، 1/10.